اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ نهاركم ابيض، نهاركم فل، نهاركم ورد، نهاركم ياسمين. مساء الفل، مساء الخير، صباح الفل، صباح الهنا والفل عليكم يا حبايب قلبي. طبعا احنا بقالنا كتير ما طلعناش مع بعض من ساعه اخر فيديو عملناه مع بعض بتاع الكبده. ما طلعناش تاني مع بعض، بس ده كانت ظروف كده يا حبايب قلبي هي اللي منعتني ان انا اشوفكم او اعمل اي حاجه معاكم في القناه. وبالمناسبة يا حبايب قلبي، الحمد لله احنا الحمد لله حققنا اول شرط في اليوتيوب، ودعونا نحقق الشرط التاني. وربنا يبارك فيكم ويجازيكم خير يا حبايب قلبي، وافضل اكبر كده واستند بيكم اخواتي في الله. النهارده هنعمل مع بعض ايه بقى يا حبايب قلبي؟ هنعمل مع بعض الفاصوليا الخضراء. النهارده قلنا نغير بقى كده من الكبده والسجق، المكرونه، السمك، الحاجات اللي بنعملها مع بعض. حطينا هنا يا حبايب قلبي بصله كده فرمناها زي ما انتم شايفين كده اهي، وهننزل عليها بحبه زيت وشويه معلقه سمنه او معلقه زبده على حسب ما انت تحبي اهي. بصوا حبايب قلبي، هننزل هنا. فاكرين الزبده اللي احنا عملناها يا حبايب قلبي مع بعض؟ هي دي الزبده اللي احنا عملناها مع بعض اهي. هننزل عليها بحته زبده كده مع شويه الزيت يطعموا لي كده الاكل، ونحطها على النار يا حبايب قلبي تستوي مع تتحمر كده مع نفسها. بس احنا بقى طبعا يا حبايب قلبي مش عايزين نحمر البصله قوي، يعني اول ما تصفر كده وتبقى تاخد لون كده وتصفر كده وتخش في اول درجه التحمير، ننزل عليها بقى بالصلصه. بصوا حبايب قلبي، انا هنا بقى حطينا زي ما قلت لكم البصله ومعلها معلقتين سمنه وحته زبده كده حلوه من اللي احنا كنا عاملينها مع بعض اهي. شايفين يا حبايب قلبي يعني. بس اول بقى طبعا ما تبتدي تصفر كده تخش في مرحله السوا، هنعمل في ناس بتحب تنزل بالفاصوليا على البصله تديها تشويحه، وبعد كده بتقوم نازله عليها بالصلصه. وفي ناس تانية ممكن تحط الصلصه على البصله وتديها زي غلوه كده مع فصين توم، وبعد كده تروح نازله عليهم بالفاصوليا. فاحنا هنجرب النهارده طريقه اللي هي بعد البصله ما تتحمر كده هننزل عليها بالفاصوليا نديها تشويحه. هنجرب دي، يعني احنا عارفين الفكره الثانيه كل الناس بتعملها، قلنا نغير شويه ونجرب الفكره دي مع حبايب قلبي الحلوين اخواتي في الله. وربنا يبارك فيكم. بجد يعني انا حاسه ان انتوا عيلتي التانية والله العظيم، يعني بعد ربنا طبعا واهلنا واهلي. حاسه ان انتوا عيلتي التانية. القناه بتاعتنا دي طبعا زي ما قلت لكم اخواتي في الله، وهنكبر بيكم وانتوا اللي ساندني. طبعا انا مش عايزه اقول لكم يا حبايب قلبي، لما تيجي نعمل اي حاجه مش عايزين مثلا. انا دلوقتي فاتحه قناه بعمل فيها طبخ، انا مش بعمل طبخ مثلا مش هنقول انا فاتحه قناه عشان خاطر اكسب فيها، عشان خاطر مثلا يجيلي منها ربح او ابص للربح، لا. حب الحاجه عشان ربنا يديك على قد على قد تعبك. بصوا حبايب قلبي البصله هتبتدي تتحمر. بصوا حبايب قلبي، انا اعرف في ناس والله العظيم زي ما بقول لكم كده، يعني ممكن تحط مثلا ان الفلوس دي هدف ليها، انا عايزه اوصل عشان خاطر مثلا اقبض او اخد فلوس. لا، حبي الحاجه اللي انت بتعمليها عشان تاخدي نتيجه في الاخر. انت طول ما انت بتعملي مثلا الحاجه وبحب والناس كمان بتحبك ومشاهدينك كمان واقفين معاكي، اكيد ان شاء الله هتوصلي، واكيد ربنا هيكبر بخاطرك في الاخر، وهيجازيكي كل خير باذن الله على كل تعبك. وربنا يبارك فيكم يا حبايب قلبي اخواتي في الله اهي. عايزين بقى يا حبايب قلبي نعمل مع بعض بعد ما نخلص الفاصوليا دي؟ ايه رايكم نعمل مع بعض النهارده كنافه بالقشطه الكدابه؟ بس احنا هنخلي الكنافه دي فيديو لوحده. ايه رايكم بقى؟ بلاش نخلطه بقى بالطبيخ والزروطه بتاعت الطبيخ دي، لا، احنا نخلي الحلويات فيديو لوحدها. نعمل مع بعض؟ عايزين نعمل مع بعض كريب، ونعمل الخلطه بتاعت الكريب مع بعض، وعايزين نعمل مع بعضينا الكنافه بالقشطه الكدابه. ايه هي القشطه الكدابه دي؟ طبعا انتوا عارفينها، اكيد الناس كلها عارفاها، اللي هي لبن ونشا ونقلبهم على النار وكوبايه قشطه وانتوا فاهمين بقى، والفانيليا ومعلقه سمنه بلدي لحد بقى ما بتدوب، وبعد كده بقت قشطه الكدابه. بصوا حبايبي، هنا البصله اهي
هي ما اتحرقتش ولا اي حاجه اهي. البصله اهي هتبتدي بقى ايه تخش ايه اللي هي في اول درجه التحمير اللي هي الصفران دي. هنبتدي ننزل عليها بالفاصوليا ونديها تقليبه. بصوا حبايب قلبي هنا البصله اهي مش عايزاها تحمر قوي، هننزل عليها بالفاصوليا. بس قبل ما ننزل بالفاصوليا هننزل بفصين الثوم اللي احنا بشرناهم في المبشره الجميله النونه بتاعتنا دي اهي. هننزل عليهم بالفصين الثوم اللي قلنا عليهم، نديها تقليبه كده بسيطه. بعد كده ننزل عليها بالفاصوليا، طبعا تكوني غسلاها ومصفياها كويس اهي. ادينا تشويحه مع البصله مع الثومه مع حته هريسه كده يا حبايب قلبي كده. اللي بيحب الشطه طبعا، اللي مالوش في الشطه زي ولادي يبقى بلاش شطه وبلاش هريسه وبلاش فلفل. احنا هنا حبايب قلبي بعد ما عملنا الفاصوليا كده نديها تشويحه شويه، نحط عليها حبه فلفل اسود كده، يعني رشه فلفل اسود اهي شايفين كده. ممكن نديها شويه بابريكا كمان مع تقليبه حلوه كده بسيطه منك. اهي حبايب قلبي مفيهاش اي صعوبه لحبايبي الحلوين. اصلي في عندي بنات صغننه كده سن 16 سنه 17 سنه، في ناس لسه اكيد متجوزه مشتركين معانا في القناه. واحده بعتت لي يعني قالت لي ان هي بنت يعني صغننه كده تقريبا لسه متجوزه، قالت لي انا سني 19 سنه ولسه عروسه جديده، عايزه اعمل فاصوليا وعايزه اعمل لحمه وعايزه اعمل صينيه جلاش غدوه كده حلوه كده لجوزي. بس يعني طبعا انتوا عارفين يا حبايب قلبي كلنا مرينا بالظروف دي ان العرايس الجديده ما بتبقاش ليها في الطبخ قوي، فبتقول لي يا ريت تعمل لنا حلقه للفاصوليا اهي. بعتت لي طبعا على الخاص وكلمتني اهي يا حبايب قلبي. ادي الفاصوليا اهي. طبعا انا مجرد ما قلت ايه ان هي لسه عروسه جديده وهي اللي طلبت الفاصوليا، هي اكيد كده عرفت نفسها. ربنا يبارك فيها يا رب ويجعل لها ويرزقها بالذريه الصالحه. وادي الفاصوليا يا حبيبتي اللي انت طلبتيها مني. يا رب بس تجربي الطريقه وتعجبك وتقولي لي بقى رايك، بس مش في الخاص، في التعليقات. اظن مفيش اسهل من كده، انا عملتها لك بطريقه بسيطه وان شاء الله هتعمليها وجوزك هتعجبه الطعم بتاعها، لان هي بتبقى طعمها في منتهى الجمال. احنا عايزين على قد ما نقدر ما نقطعش الفاصوليا صغيره قوي. ليه بقى؟ عشان ما نخسرش الفايده بتاعتها او القيمه الغذائيه بتاعتها اللي بتبقى في الفاصوليا. احنا هنا بقى يا حبايب قلبي هننزل معاكم بالطماطم بتاعتك اللي انت بتبقي ضرباها في الخلاط مع شويه شوربه بقى حلوه كده. احنا هنا الحله دي عامله فيها شوربه، فطبعا بعد ما ننزل بالطماطم ممكن نحط مثلا ايه معلقتين صلصه لو انت حابه مش عايزه الصلصه واستكفتي بالطماطم ممكن تحطي شويه شوربه بس زي ما تحبي يا حبيبتي. حبايب قلبي اهي بعد ما اديناها تشويحه حلوه كده مع البصله مع الثومه مع معلقه الهريسه. الهريسه دي يا حبايب قلبي مع يعني ايه بتبقى فلفل شطه كده، وهننزل عليها بالطماطم اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا متنسوش بسم الله، سموا في اكلكم وسموا في بدايه يومكم، بتسموا الله في كل حاجه وفي كل خطوه بتعملوها. حبايب قلبي في الله، اخواتي في الله. طبعا يا حبايب قلبي زي ما قلت لكم هننزل عليها بشويه شوربه اهي يا حبايبي. طبعا احنا هنزلنا عليها بشويه شوربه اهو. ممكن بقى ايه مثلا ماجي، واحده ماجي، معلقه كزبره، معلقه كزبره يا حبايبي. ممكن معلقه فلفل، لا بصوا يعني نص معلقه فلفل اسود بلاش معلقه، عشان ايه ما تغمقش الصلصه منك وتغمق الفاصوليا اهو.
وهدة ماجي هنرشها كده اهو. ونحط بقى ايه معلقه كزبره، ممكن مثلا جوز الطيب. بصوا ادي معلقه الكزبره اهي، وهنسيبها نسيب كل ده بقى ايه يتسبك مع بعض. عشان كده نزلنا بالبهارات عشان ياخد ايه ريحه وطعم مع الحاجه. ممكن نحط حبه زعتر بيدي طعم حلو قوي في الاكل اهو. نقلب كده. عايزين كنا نعمل مع بعض بقى ايه الرز بشعريه، بس طبعا انا مع البوتاجاز عندي للاسف بايظ، ما عنديش غير عينين 2 شغاله عليهم، فطبعا لازم استنى اللحمه بتاعتي تستوي وبعد كده احط مكانها حله عشان اعمل مكانها ايه الرز بالشعريه. ربنا ان شاء الله يفرجها ونجيب بوتاجاز باذن الله. بس انا زي ما قلت لكم قبل كده ان انا قريب جدا رايحه شقتي الجديده، فمش حابه ان انا اجيب حاجه هنا واشيلها طبعا وابهدلها في النقل، فقلت اجيب كله على الشقه الجديده باذن الله. وربنا يفتحها على الجميع وعلينا يا رب ويصلح حالنا. حبايب قلبي يا حلوين، نسيت اقول لكم نحط معلقه يعني نص معلقه برضه كده 7 بهارات، ونص معلقه فلفل اسود، بابريكا، شويه جوز الطيب، زعتر، حبهان، مرقه الدجاج، يعني الحاجه بتاعتك ايه توابلك كده الحلوه اللي بتفضليها ايه في الاكل. معلقه نص معلقه برضه كزبره عشان يطعم برضه ايه الاكل، وتجري في الاخر حاجه حلوه من ايدك انت اللي عاملاها اهو. هنبتدي نعمل ايه بقى يا حبايبي؟ ما تنسوش اهم حاجه قرب ما تستوي نحط معلقه صغيره او نص معلقه سكر. انتوا عارفين ليه طبعا، عشان يطعم الاكل وعشان خاطر الحموضه. انتوا عارفين الطبيخ بقى والحاجات دي ساعات بتعمل مع الواحد حموضه، مع ان احنا يعتبر طبختنا النهارده خفيفه عاملينها بزبده، يعني نص يعني حاطين معلقه زبده على نص معلقه زيت، مش مكترين برده، مش عاملين سمنه، فطبعا اكلتنا يعني خفيفه يعتبر قوي يعني. بس هنحط برده نص معلقه سكر بس قرب ما نطفي عليها عشان ما تسكرش معانا قوي. بصوا يا حبايب قلبي، هنا بقى ايه الفاصوليا اهي بعد ما غليت كده، عايزين بقى نسيبها كده مع نفسها، واللحمه كده استوت، بس احنا قلنا ايه تكمل سواها برده في قلب الفاصوليا مع بعض كده كله يستوي مع بعض. ونغطي بقى الفاصوليا بتاعتنا يا حبايب قلبي لحد ما ايه تستوي كده، ونعمل الرز ابو شعريه مع بعض. حبايب قلبي هنا بقى هننزل مع بعض بالزيت، يعني ننزل بشويه زيت كده وعليهم معلقه زبده زي ما قلنا عشان نعمل الرز. وعايزين بقى يا حبايب قلبي عايزه اقول لكم حاجه، انا بحب يعني بص معلش دي فوطه المطبخ ها عشان ما يقول حدش يقول لي ايه اللي متعلقه دي. بصوا يا حبايب قلبي انا بحب ان انا دايما الرز لو هحب مثلا او هو والطبيخ لو هسقيهم شوربه بحب قوي اسقيهم شوربه لحمه. لو انا عامله فراخ بقى مثلا ومش عامله لحمه لا ما اسقيهمش شوربه الفراخ، بحس ان هي زفره حتى لو مغسوله كويس جدا 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 وما فيهاش زفاره خالص. بس انا ما بحبش ادخل الشوربه بتاعتها في اي اكل او في مثلا رز اسقيه برز مثلا والحاجات دي لا. انا بحب قوي ان انا يعني حتى لو ما عنديش مثلا شوربه لحمه وعامله فراخ زي ما قلت لكم نعمل مع بعض ايه شويه ميه مغليه ونسقي بيها الرز. لو عامله مثلا طبخه كده حلوه كده من ايدك والطبخه مثلا احتاجت تزويدة شوربه لا ما نزودش فراخ، ممكن نزود ميه مغليه افضل برضو حلوه يعني مش هتقول حاجه. بس يعني انا ده رايي، انا مش عارفه بقى في يعني الناس كلها زي كده ولا ايه. انا ما بحبش احط شوربه الفراخ في اي اكل حتى لو غسلها كويس جدا. انزل هنا بقى بالشعريه زي ما قلنا نديها تقليبه حلوه زيكم كده حبايب قلبي في الله اهي الشعريه اللي بتاعتنا. عايزه اقول لكم بقى الجو ابتدى يسقع واحنا اليومين دول متكتكين مش قادرين خالص ان احنا ايه نحط ايدينا اصلا ولا رجلينا في ميه، وكل ده لسه الساعه ما دخلتش يعتبر. بس عايزين بقى نعمل مع بعض بمناسبه الشتاء، عايزين نعمل مع بعض بطاطا بس بالبشاميل. اوعى حد يفتكر بشاميل مجرد ما قلت بشاميل تفتكروا البشاميل الحادق، لا البشاميل الحلو بالسكر
وننزل عليه بالبطاطا. ايه رايكم نعمل لها حلقه، نعمل كده مع بعض بشاميل بالبطاطا، وبتبقى جميله جدا ووجبه دسمه جدا وحلوه قوي للاطفال وبالذات للي عندهم انيميا، بتبقى وجبه مشبعه يعني. اهي يا حبايب قلبي، سامعين حبايب قلبي؟ وادي الفاصوليا اهي على وشك السوا، قربت تستوي هي ما شاء الله جميله، وبعدين ما خدتش معانا سوا كتير، واللحمه بتاعتنا زي ما قلت لكم. والنهارده طبعا دي كانت اكلتنا، رز بالشعريه والفاصوليا بتاعتنا وحبه سلطه كده، وبألف هنا وصحة وهنا، وربنا يا رب يديمها نعمه يا رب، والحمد لله. بصوا الشعريه اهي على وشك ان هي تتحمر كده، شايفين كده حبايب قلبي؟ ممكن ننزل بقى مع بعض بالشوربه فوق الشعريه، اول ما تغلي غلوه كده نروح منزلين الرز. او في ناس تانية ممكن تحب ان هي تشوح الرز مع الشعريه وبعدين تنزل معاهم بالشوربه، في ده وفي ده، ما ده بيقولش لا وده ما بيقولش لا. لو عايزين نجرب حاجه جديده يبقى نجرب ان احنا بعد ما الشعريه بتاعتنا تتحمر وتاخد اللون الذهبي الجميل كده، ممكن ننزل عليها بالشوربه، تغلي الشوربه مع الشعريه ونروح نازلين عليها بالرز، مفيش مشكله خالص. حبايب قلبي بصوا الشعريه اهي خدت لون، هننزل بقى عليها بالرز بتاعنا ونديه التشويه. بصوا حبايب قلبي، بعد ما الشعريه اتحمرت نزلنا عليها بالرز زي ما قلت لكم. حطيت الملح بتاعنا، حطيت معلقه فلفل، يعني مش معلقه، نص معلقه او ربع معلقه فلفل اسود، بحس ان هو بيديله طعم حلو قوي بصراحه. شايفين شكله؟ نشوح فيه بايدينا بقى كده عشان الرزايه كمان ايه ما تتحمرش معانا، فنفضل نشوح فيهم كده بالتقليب المستمر لحد ما نحس كده ان الرز اتشرب من الزبده بتاعتك، وتحس انه الرزايه بقى فيها زي الماده الدهنيه كده. ننزل عليهم بالشوربه زي ما قلنا. بصوا حبايب قلب الشوربه بتاعتنا صافيه وجميله ازاي، ولونها جميل وطعمها مش عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم ريحه الفاصوليا طالعه يعني بجد في منتهى الجمال. انا قريب جدا هاخدكم على شقتي اللي انا قلت لكم عليها ان انا هنقل فيها، قريب جدا هاخدكم فيها افرجكم عليها قبل ما اوضب، قبل ما اعمل فيها اي حاجه هفرجكم عليها واوريكم شكلها، وبعد كده هو نبتدي واحده واحده واحنا مع بعض في كل فيديو واوريكم وصلنا لايه، وتقولوا لي برده رايكم مثلا في الالوان، اعمل الاوض لون ايه، اعمل الصاله لون ايه، الريسبشن، يعني ناخد راي بعضينا. ولو حد عنده مثلا اي الوان جديده هو عاملها ومثلا يا ريت يبعت لي اللون ويصوره لي كده ويبعته لي. بصوا حبايب قلبي هننزل بالشوربه بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا زي ما قلنا نخلي بركه بسم الله في كل حاجه اهو. عايزه اقول لكم بقى انا نفسي يعني تتفاعلوا معايا كده في القناه وبتاعتي وتكبروها واللايك والشير، وما تنسونيش بالكومنت والاشتراك في القناه عشان اكبر بيكم، لان انا داخله تحدي كبير قوي مع ناس كتير قوي عماله تحبطني وتقول لي يعني ليه عامله قناه ما بلاش، وليه عاملاها مثلا طبخ، طب ما تغيري المحتوى، لا بلاش. فاهمين انتوا الناس المحبطه دي اللي هي مثلا حتى لو عامله اي حاجه غير القناه دايما تلاقي في حياتك ناس محبطه كده دايما بتحبطك في اي حاجه بتعمليها او اي خطوه مثلا حاسه ان هي خير ليكي، فبيوقف في طريق مثلا ناس كده محبطين هم دول. فطبعا انا داخله معاهم تحدي، قلت لهم بامر الله ان شاء الله حبايب قلبي اخواتي في الله المشتركين في القناه ان شاء الله هيكبروني وهكبر بيهم، وهوريكم ان شاء الله ان انا قناتي هتوصل وهتكبر، وطبعا انا مش هكبر لوحدي، اكيد انتوا اللي هتوصلوني وانتوا اللي هتكبروني عشان اوريهم ان فعلا ان الواحد لما بيحط هدف قدامه اكيد هيوصل له، طالما هو النيه بتاعته سالكه وسالك لربنا طبعا وبيتمنى الخير لاي حد، فاكيد ربنا يعني هيتمنى له كمان الخير. طالما احنا بنحب الخير ونتمناه لحد
وبنحمد ربنا على عيشتنا، حتى لو كانت عيشتنا دي مثلا ايه بسيطه كده مثلا ومثلا يعني حتى لو مش عندك حاجات مثلا مش عند غيرك او غيرك عنده حاجات مش عندك، نحمد ربنا عليها. يعني ربنا بيقولك من حمده زاده، كل ما تحمدي ربنا ربنا هيزيدك. فاحنا نقول الحمد لله على نعمة الستر طبعا، والحمد لله احنا احسن من ناس كتير. فربنا ان شاء الله يا حبايب قلبي يخليكم ليا واوصل واكبر بيكم زي ما قلت لكم. ودي كانت النهارده اكلتنا، حاجه بسيطه كده وخفيفه. يا رب اكون النهارده يعني قدرت انول مثلا او اوصل المعلومه ليكم يعني. وحبيبتي اللي بعتت لي في الرساله وقالت لي عايزه فاصوليا، يا رب تكون الطريقه بسيطه عليكي وتقدري تعمليها وتقولي لي رايك في التعليقات بقى مش على الخاص. وحبيبتي شرفتيني باشتراكك وكبرتيني وزودتيني باشتراكك في القناه حبيبتي، وانا مش عايزه اقول اسمها لان هي اللي طلبت كده. وربنا يبارك فيكم. وهنغطي بقى الرز يا حبايب قلبي، هنغطيه كده. وادي الفاصوليا طبعا بعد ما استوت اهي في منتهى الجمال. يا رب النهارده تكون حاجتنا بسيطه وتعجبكم. ما تنسوش الاشتراك في القناه واللايك والكومنت. حبايب قلبي واخواتي في الله، اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.